وده شكل العلبة. بطارية 15 يوم في الوضع الطبيعي، شاشة أموليد، 3 ستراب، مكالمات، هاينتيكو 26 ال سليم، ووتر بروف طبعا، مقاومة للمية على عمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة. الظهر بتاعها بيبقى شارح لك كل الابلكيشنات، وده الميزة في الهاينتيكو، شارح لك كل القايمة لو انت بتشتريها من مكان يعني، فتبقى شايف التفاصيل بتاعتها. 3 ستراب، أهم حاجة الشحن بشاحن أقل من 2 أمبير، منتج مش منتج طبي زي ما هو كاتب، ولكن قياساته تقريبية وحلوة جدا. اللون اللي معانا النهارده هو اللون الاسود. خلينا مع بعض نفتح. وشكل البوكس دايما هاينتيكو بيبهرنا بالباكنج المحترم، حاجه شيك كده. الساعه والثلاثه ستراب اللون الاسود، وهنشوف مع بعض ايه التفاصيل. اول حاجه بطاقه الضمان، ده شكله على الطبيعه. وهنا كتيب التعليمات، هو مختصره لك خالص خالص خالص. هاينتيكو 26 يوزر مانوال، في الكيو ار كود بتاعه، والابلكيشن ده حلو جدا ما فيهوش اعلانات. هتلاقي الشاحن بتاع الساعه، وهنا الشاحن ماجنتيك، بص لازق ازاي. ده شكل الشاحن يو اس بي. بعد كده عندك الاسترابات، استراب المعدن، بص الخامه بتاعته. طبعا استرابات الهاينتيكو معروفه بالسوسته اللي بتبقى هنا دي، اللي احنا بنسحبها ونركب بيها الاستراب. لو حبيت بقى الشياكه على بدله كده، هيبقى معاك الاستراب الجلد ده شكل الاستراب. بعد كده عندك الاستراب السيليكون بالشكل ده كده، تحفه. واخر واهم قطعه في البوكس هي ساعة. اوه ايه الجمال ده. طبعا انا معايا بقالها فتره بجربها، وعايز اقول لك ان مفيش حاجه هتوضح لك الجمال زي ما انت شايف كده. بص الرفع بتاع الساعه، ده مكان المايك، والظهر بيبقى فيه السنسورات، ومكان الشاحن اهو، وده كده مكان السماعات. بص الفريم بتاعها جامد قوي. وزرار البقره، هي ما فيهاش غير زرار واحد في الجنب هنا. الزرار ده بقى اللي بيتحكم معاك في كل حاجه، سواء تغيير خلفيات، طول على القايمه، كل حاجه هنشوفها دلوقتي مع بعض. طريقه الاستراب سهله جدا اهي، تسحب السوسته دي وتركبها في المكان بتاعها، نفس القصه، نسحب بالظبط كده كده. شكل الساعه، خليني اقول لك الساعه جميله جدا. اول ما تسحب من تحت لفوق كده هيجيب لك كل الاشعارات، بتقرا معاك زي ما انت شايف كده مثلا اهي. ومثلا لو سحبت كده هيجيب لك بقى شات جي بي تي، والطقس لو انت رابط الساعه بالموبايل، والتحكم في الميديا، والاتصال. وبص الاتصال مثلا كده تتصل من الساعه، والسيتنج، والاوبشن الرياضي. ففيها اوبشن حلو كده، لو سحبنا مثلا كده هيجيب لك السجلات الرياضيه، السعرات الحراريه اللي انت حرقتها، مشيت كام خطوه، والهيستوري بتاعك بقى كله. نسحب تاني كده هيجيب لك مثلا ايه، معدل ضربات القلب. وطبعا عشان يشتغل معاك السنسورات اللي في الظهر لازم تكون لابس الساعه زي ما انت شايف كده، مش هيقيس لك غير وانت لابس الساعه. ودي الميزه في الهاينتيكو، ان حتى هي لو بتجيب قياسات تقريبيه، ولكن لازم برضو تكون لابس الساعه. نسحب تاني كده، احتساب ساعات النوم العميق، نفس القصه، وانت لابس الساعه السنسورات بتشتغل، وبيجيب لك بقى متوسط النوم وكل التفاصيل اللي انت شايفها دي. بعد كده التوكس لو انت رابط الساعه بالموبايل، والتحكم في الموسيقى اللي على التليفون من خلال الساعه. بعد كده الاوبشن الرياضي زي ما انت شايف كده، فيها برامج رياضيه حلوه جدا. نسحب تاني كده هيجيب لك الاكسجين في الدم، برضو السجلات، يعني شويه اوبشن صحي حلوين مع اوبشن رياضي. وتقدر كمان في الاخر تضيف بقى اي حاجه انت عايزها من الاوبشنات اللي موجوده قدامك دي متاحه. ده بالنسبه للستاره اليمين. نسحب بقى الستاره اللي فوق، هجيب لك بقى نسبه الشحن كانت مربوطه ولا لا، والطقس في النص بشكل لذيذ كده، شكل قايمه حلو يعني. وفيها بعض الاختصارات، احتساب ساعات النوم العميق، المنبه مثلا، قفل الشاشه، الاتصال ديت بقى بتقدر تتحكم ان انت عايز بسهوله جدا المكالمات تبقى من الساعه، والوسائط من الساعه. في ناس ما بتحبش تتكلم من الساعه، فهتروح قافل الجزئيه دي كده على طول. عايز تتكلم من الساعه هتشغل ديت، عايز صوت الموسيقى اللي على تليفونك يبقى من الساعه هتشغل دي، مش عايز هتقفل ديت. الموضوع بمنتهى البساطه، وهو مسهلها عليك في الستاره اللي فوق دي، تقدر تتحكم في كل حاجه. نرجع بقى للخلفيات، لو ضغطنا كده تقدر تغير بقى الخلفيات زي ما انت عايز كده. فيها خلفيات مش كتير، حوالي 4 5 خلفيات، ولكن تقدر من خلال البرنامج بمنتهى البساطه زي ما انت شايف كده، خلفيات كتير تقدر تنزلها. بص كلها بتحمل معاك اهي. وتقدر تخصص خلفيه بصورتك او باي صوره من التليفون، تضيف مثلا الصوره من هنا، وتتحكم في مكان الساعه او مكان كل حاجه من خلال الابلكيشن بمنتهى السهوله. ندخل على القائمه من الزرار اللي في الجنب هنا، هتلاقي شكل القائمه زي ما انت شايف كده. طيب في حاله ان انا مش عاجبني شكل القائمه ده، اضغط ضغطتين كده اهو، هيغير معايا شكل القائمه. بص شكل القائمه كبير خالص. نغير ضغطتين كمان، بص ضغطتين كمان، اشكال كتير. بص الشكل الكروي ده الناس الرياضيه. بعد كده عندك الشكل ده، تقدر تغير ما بينهم كده. والشكل اللي الناس كلها بتحبه، بص التاتش بتاعها سلس ازاي، ايه الجمال ده. نعمل كده. انا بقى بحب الشكل ده عشان اشرح منه كل التفاصيل اللي في الساعه. اول حاجه الاقي اتصال، يعني اقدر اتصل مثلا من الساعه بدل من التليفون بمنتهى البساطه زي كده.
صوت الساعه عالي جدا. جهات الاتصال الاكثر استخداما زي ما هو كاتب كده، بتضيفها من خلال الابلكيشن بمنتهى البساطه، كثره الاتصال حتى هو هنا كاتبها لك، وهتضيف اي رقم انت عايزه من خلال الابلكيشن على الساعه. ولكن كل اللي بيكلمك، احنا متفقين في كل الهايني تيكو كده، كل اللي بيكلمك اسمه هيظهر لك من خلال ان انت رابط الساعه بلوتوث، لكن اللي انت بتكلمه بشكل مستمر هو اللي هتلاقيه هنا. السجلات بقى، المكالمات الصادره، الوارده، اللي انت عايزه كله، وبتقرا الاسامي عربي. وهنا جهات الاتصال لما تعمل لها تزامن من خلال الابلكيشن اللي انت بتضيفها بشكل مستمر. بعد كده عندك مساعد صوتي او خدمات سيري او جوجل، ايا كان انت رابطها بالموبايل اندرويد او ايفون. النشاط اليومي اللي احنا جبناه من بره هو عندك الاوبشن الرياضي، دي كلها الاوبشنات الرياضيه. يعني انت ممكن تفكر ان هم كام اوبشن رياضي يتعدوا كده، ولكن الابلكيشن زي ما قلت لك بيديك ميزه رهيبه جدا. بتيجي هنا تلاقي دفع الرياضه، هتلاقي عندك برامج رياضيه كتير تقدر تنزل منها زي ما انت شايف كده، الشائع ومش عارف ايه بتاع كل ده. هتدوس عليه مثلا الغوص زي كده، هتقول له ابعته على الساعه. خلي بالك انا بصور لك الساعه والبطاريه 10% من اول الفيديو. الساعه ما شاء الله البطاريه كويسه. عارف لو ساعه دي عاديه مش هايني تيكو هتفصل مني كذا مره وانا بصور. سجل النشاط الرياضي ده السجلات بقى بتاعت الانشطه الرياضيه اللي انت عملتها حسب كل نشاط. الموارد البشريه اللي هي نبضات القلب يعني، وزي ما اتفقنا هو مش منتج طبي. عندك احتساب ساعات النوم العميق برضو نفس القصه، الاكسجين في الدم، ضغط الدم والضغط، كل الحاجات دي اوبشن صحي. الاشعارات دي كل الاشعارات بتجي لك هنا، في رساله يعني على الموبايل بتجي لك على الساعه تقدر تقراها بمنتهى البساطه، سواء بقى واتساب، فيسبوك، تيك توك، اي حاجه هتظهر لك هنا. الطقس ده شكل التقارير بتاعت الطقس لما بكون رابط الساعه بالموبايل. بص شكلها جامد جدا، انت معاك حاجه مع الشاشه بتاعتها ممتازه قوي. الموسيقى هنا بقى، بص انا عايز اقول لك ان موسيقى الساعه ما شاء الله، بص اهو كده تشغل وكاتب لك اسم الاغنيه اللي شغاله على اليوتيوب. بص ده اسم الاغنيه اهو فعلا. لو حبيت اوطي اهو، توطي تعلي ماشي. الصوت بقى زي ما قلت لك طالع من هنا كده اهو، من تحت اهو. هحاول اكتب لك الصوت. صوتها ممتاز قوي 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 قوي. لو انا مش عايز الصوت من الساعه، هنزل الستاره اللي فوق وهدوس هنا وهقفل الصوت كده، في ثانيه الصوت هيبقى من التليفون. بص ده كده صوت التليفون. انا عايز اقول لك حاجه ثانيه بمناسبه الشحن. انا الساعه دي شحنتها من ساعه ما كنت بصورها قبل ما فيديو الهايني تيكو 16 ينزل. هي شحنه واحده، البطاريه ممتازه، ولكن ما كنتش بستخدمه بشكل مستمر يعني، برضه ابقى امين معاك. التمرين على التنفس ده بيساعدك على الهدوء، فحاجه اوبشن صحي كده حلو قوي. ستوب ووتش ماشي. وعندك الموقت ده يعني لو انت عايز تظبط موقت معين تلعب رياضه ولا حاجه يعني. وهنا بلوع ده او صرف المياه، لان الساعه طبعا زي ما قلت لك مقاومه للمياه، سماع الصوت. بعد كده عندك منبه، تقدر تضيف منبهات ولكن مش من خلال الساعه، من خلال الابلكيشن. هنا هتلاقي صور منبه وتضيف منبه اللي انت عايزه، او الصوت طبعا هيبقى من خلال الساعه. بطاقات العمل اللي هي الوي شات والكيو كيو والاكس والواتساب والكلام ده، اللي هي كيو ار كود بتضيفه برده من خلال الابلكيشن اهي. وهتضيف زي ما انت عايز كل مثلا حاجه هيقول لك انت بتعمل كيو ار كود ازاي وتضيفه ازاي. الموضوع بسيط وسهل جدا. عندك رمز الاستلام كيو ار كود خاص بيه برده علي باي وباي بال، ولكن مش عارف بصراحه طرق الدفع دي شغاله في مصر حاليا ولا لا. الساعه فيها العاب، لعبه مثلا اهي، مش العاب، هي لعبه واحده زي ما احنا شايفين كده. هل بقى ينفع نضيف العاب؟ بص، انا دخلت في الابلكيشن لقيت حاجه اسمها اضافه العاب اهي، دفع الالعاب، ولكن بقى مش عارف تهيسه نت بقى عندي ولا لا. هي ظاهر برده لعبتي هنا برده، وارد يكون تهيسه نت، وارد يكون بتنزل العاب، ولكن هي اوبشن زي الاوبشن الرياضي كده، ان انت تقدر تنزل برامج رياضيه اهي. دي كلها برامج رياضيه بس ظاهره معايا، لكن هنا في الالعاب مش ظاهره. حتى لو مش ظاهره معايا وهي فعلا مش موجوده، بس ممكن ينزل ابديت يعني تقدر تضيف مثلا العاب، فدي حاجه كويسه بالنسبه للساعه دي. شات جي بي تي بقى هنا اقدر اتكلم واسال شات جي بي تي ممكن تقول لي طريقه عمل المكرونه البشاميل؟ نعم. بيقول لي ممكن تسال مامتك وهي تقول لك. يعني انت كده بتساعدني ازاي؟ ده كده اكيد بتهزر. طيب ممكن تعمل لي خلفيه لبحر وعصافير وسمك؟ هو يعني مش فاهم. هي عامة دي مشكلة شات جي بي تي نفسه، ممكن يقول لي ديسكريبشن ان انا اعمل بيه الصورة يعني. فما علينا، شات جي بي تي موجود وشغال. التقويم او الكالندر، بص اليوم شكله عامل ازاي. لو حبيت تجيب بقى الشهر كله هتدوس هنا كده، هتقدر تشوف بقى ايه، بص الشهور. الآلة الحاسبة لو حبيت تحسب اي عملية حسابية سريعا كده من غير ما تطلع التليفون. وعندك بحث عن الهاتف. كاميرا، هي الساعة فيها كاميرا؟ لا ما فيهاش كاميرا، هي بتشغل كاميرا الموبايل بتاعك لو انت عايز تصور سيلفي ومعكش حد يساعدك يعني. فكل اللي عليك ان انت تهز ايدك، وزي ما انت شايف كده خدت الصورة. لو انا جيت رجعت باك كده هيخرج من الكاميرا
مش محتاج ان انا استخدم الموبايل كتير يعني. بعد كده عندك السيتنج، نمط القايمه دي، عندك انماط اشكال القايمه يعني اللي احنا واقفين فيها دلوقتي، فيها حوالي 7 انماط. بعد كده عندك الاشعارات اللي هي كل ما يجي لك اشعار الشاشه تنور معاك. الاضافات الخاصيه دي هتزود معاك في عمر او البطاريه يعني او وقت استخدامك، تخلي الساعه تقعد معاك وقت طويل يعني. عرض الشاشه الساطعه، مده الشاشه الساطعه كل ما تقللها كل ما هتقعد معاك وقت اطول. عندك هنا تبديل الطلب دي اللي هي الخلفيات اللي بره، تقدر تغيرها من هنا بمنتهى السهوله. وعندك السطوع، تقدر تقلل السطوع كده برضو، انت شايف كل حاجه تعمل كده. ساعه الشاشه دي اللي هي خاصيه الاولوز ديسبلاي في الهايني تيكو هم ثابتين، رقميه او عقارب يعني. بص بتعمل كده رقميه، ده شكل الساعه الرقميه واضحه معاك كده، وده كده شكل الاولوز ديسبلاي العقارب زي ما احنا شايفين كده. ودي كل حاجه موجوده في العرض والسطوع. نرجع تاني باك، هتلاقي البطاريه نسبه الشحن هي 10%. وضع توفير الطاقه ده زي اللي في الموبايل، هيقلل معاك خواص كتير جدا ولكن هيخلي الساعه تقعد معاك وقت اطول. جزيره ديناميكيه، الديناميك ايلاند نفعلها كده، خلينا نشوفها من بره. بص عامله ازاي، ده النقطه ديت لو غيرت في الخلفيات، لو خلفيه فاتحه ولا حاجه هتبان معاك، ولكن مثلا اهي زي كده بص باينه معاك ازاي. كل ما يجي لك اشعار هتظهر معاك على الجزيره الذكيه دي، جميله جدا. الاهتزاز ده الفايبريشن، لو انت بقى عايز فايبريشن مع صوت، حتى قوه الاهتزاز تقدر تتحكم فيها يعني. اللغات بقى الساعه مش عربي بس، لا فيها انجليزي، فيها ياباني، فيها كذا حاجه، تقدر تختار اللي يناسبك. تقدر تظبط الوقت والتاريخ يدوي يعني، لو انت مش عايز تربط الساعه بالموبايل وعايز تستخدمها كساعه بس يعني من غير كل الفيتشر اللي احنا بنتكلم فيها والاوبشن ده، عادي جدا. ودي خاصيه نادره لما بتلاقيها في ساعات. وكمان تقدر تظبط الوقت 12 ساعه و24 ساعه بمنتهى البساطه كده بضغطه واحده. نرجع تاني باك، هتلاقي ان الساعه تقدر تعمل لها باسورد عشان محدش يقدر يفتحها ويشوف استخدامك ليها، فسهل جدا. ولو نسيت الباسورد هتعمل استعاده ضبط مصنع من خلال الابلكيشن، اعاده ضبط مصنع اهي، بس لازم تكون رابط الساعه بالموبايل. اخر حاجه هتلاقيها في الساعه اللي هي النظام، هتقدر رساله النظام ده اسم الساعه والماك ادرس بتاعها عشان لو انت تربطها بلوتوث، واصدار الابلكيشن بتاعها. بعد كده تقدر تقفل وتعمل اعاده تشغيل واعاده تعيين، يعني انت لو عايز تعمل ريسيت او ضبط مصنع كمان من الساعه تعملها من هنا. دي كده كل حاجه موجوده في السيتنج، والسيتنج هي اخر حاجه موجوده في القايمه. وكل حاجه كده شرحناها للساعه الهايني تيكو 26 خاص بموقع اوكازيون.com. بص هو الاشعار من بره بالعربي واضح زي ما انت شايف كده، تقدر تقرا تجربه ساعه مثلا، لو حبيت تكمل الرساله هتلاقي العربي بوخ معاك زي ما انت شايف كده، لكن الانجليزي واضح من بره. تقدر بص يعني غريبه برضو هنا من جوه الاشعار واضح معايا سليم جدا اهو، اشعار من بره بالعربي واضح، لكن يعني دخلت برضو جوه الرساله واضح. فهي فيها حاجات وحاجات يعني، ممكن رساله زي كده تقراها متقطعه من جوه، رساله زي كده تقراها سليمه من جوه ومن بره برضو. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الاشعارات العربي شغاله عادي يعني، برضو اي اشعار عربي اهو، بس الكلام العربي سليم. هل هيجي تحديث بقى يحل القصه دي؟ انا مش عارف.